منحة المرأة الماكثة في البيت. شاع على وسائل التواصل الاجتماعي أعزائي الكرام خبر مفاده بأن الدولة عكفت إلى رفع منحة المرأة الماكثة في البيت إلى 800 ألف. هل هذا الأمر صحيح أم مجرد أوهام وأخبار مغلوطة ومتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أحببت في هذا المقطع أن نتطرق إلى تفاصيل هذا الأمر أعزائي الكرام. بداية ندعوكم إلى الاشتراك في القناة والتفاعل مع الفيديو بالإعجاب. لا تنسوا الضغط على جرس التنبيهات تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مجرد ما شاع هذا الخبر حصل أو حدث في بعض من العائلات بعض الخلافات بخصوص هذه المنحة. الزوجات يقولوا الأزواج تاعهم بلي راها دخلت وانتم ما حبيتوش تقولوا لنا عليها وراكم جاحدينها علينا. هذا الأمر هل هذا صحيح أم لا؟ عزيزي المشاهد، نذكر بأن هذه المنحة اللي هي كاينة من قبل لكن القيمة تاعها هي 80 ألف بالنسبة للزوجة التي زوجها يعمل بالحكومة بالدولة في موظف في وتابع للوظيفية العمومية أو المؤسسات الخاصة، عندهم 80 ألف لكل امرأة. سموها هذه المنحة تسمى بمنحة الأجر الواحد. إن حدث وتم تفعيل صح رفع هذه المنحة إلى 10 أضعاف إلى 800 ألف، من 80 ألف إلى 800 ألف، أي قلنا رفعها ب10 أضعاف. مكان هو في حقيقة الأمر ما كانش دخان بلا نار. حنايا مادام تحدثوا عليها أكيد إن شاء الله نأمل إن شاء الله من وزير المالية ووزير العمل ورئيس الجمهورية على رأس هذه الدولة إن شاء الله كاش ما يزيدوا الخلايق هذون يرفعوها لهم ويجعلوها لهم خاصة تدخل في الحسابات تاعهم عادي. ولما لا؟ علاه؟ لأنهم ما يستفيدوش من منحة البطالة. منحة البطالة اللي راها 1,500,000 ما يستفيدوش منها هذا المرأة الماكثة في البيت واللي الزوج نتاعها يكون يخدم، ما تستفيدش من هذا المنح. عزيزي المشاهد، ندعوك إلى التفاعل مع هذا الفيديو بالإعجاب في التعليقات بالأسفل، وترك لنا آرائكم حول هذا الخبر. قلنا قبل رفع منحة البطالة شاع وذاع أخبار باللي كاينة منحة البطالة راح يرفعوها ل 12% ل 15% زوج ملايين، حتى ثبت الخبر ورفعوها ل 15%. ما كان دخان بلا نار، نعاودوها، هذا هو كما يقولوه الكبار، ما كانش دخان بلا نار. مادام تحدثوا عليها أكيد إن شاء الله يكون فيه الخبر والجديد المفرح إن شاء الله لهذه الفئة من النساء. المرأة الماكثة في البيت تستحق هذا الأمر، علاه؟ لأن تحتاج مصروف خاص بها. 80 ألف ما عندها ما تدير لها والو في هذا الواقع المر، في هذا الوقت اللي راه ارتفعت فيه المعيشة وأصبحت صعبة. فلحد الآن نذكر مرة أخرى، فلحد الآن لم تصدر أي مراسيم تنظيمية ولا قرارات من الجهات الوصية واللي راها مكلفة أو اللي راها شادة مقاليد الحكم في بلادنا الجزائر الحبيبة. لحد الآن لم تصدر أي مراسيم تنظيمية في الجريدة الرسمية ولا قرارات ولا مدلولات تدل بأن هذه المنحة سيتم رفعها إلى 800 ألف أو إلى مبلغ آخر. لم تصدر لحد الآن أي قرارات. قلنا احنا ماذا بينا يرفعوها؟ علاش؟ راها تعاون الأسرة والعائلات وتخفف من الأعباء وتقلل من تسديد الفواتير وبعض النفقات نتاع العوائل، وتهنيك الخرا من الزوجة من مصاريفها التي لا تنتهي،
والمتزايدة دوما. إن شاء الله تكون كاين منها وتطبق في أقرب الأجال. في نهاية هذا المقطع مرة أخرى ندعوكم أعزائي الكرام للاشتراك في القناة والتفاعل معه بالإعجاب تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. لا تنسوا ترك آرائكم حول موضوع هذا المقطع المثير في التعليقات بالأسفل. دمتم في رعاية الله وحفظه.